اوبا على التكات والحركات، حاجات اخر الليل. انتوا عارفين بقى، لو اللي متابعني عارف ان انا بصوا بتاعت كيكات اخر الليل يعني. والله ايه، جبت شويه توت كده، لقيت فيه توت مستورد بيتباع، فاشتريت. طبعا انا بحب التوت قوي، بحب اعمل بيه وصفات من الاخر يعني. مش عارفه ليه هو باين قوي هنا وفي كل مكان. اوكي. بس عملت كيكه بالليمون. لقيت الوصفه على النت، عشان انا مش، انتوا فاهمين وعارفين كويس جدا ان انا ايه، بجيب الوصفات من على النت وكده واعملها. ممكن اضيف حاجه من نفسي، بس انا دايما كده. تمام. عملت التوت يعني عملته سنة مربى كده، ما سبتوش عادي لوحده لان طعمه حسيت ان هو ممكن يدي مش هيبقى لذيذ قوي يعني. المهم، فعملته سنة مربى بسكر خفيف قوي. حطيت بقى 3 بيضات او بيضتين كبار يعني زي ما يكون. دي الوصفة. وكوباية سكر، وتلت كوباية زيت، كوباية كريم، يعني اسمه ايه اللي هي كريمة لباني، مفيش يبقى حليب. تمام. كوبايتين دقيق، وكوبايه وباكت بيكنج باودر، نص معلقه ملح. واحنا بنحط البيض وبنضربه مع السكر، بنحط بشر ليمونتين كبار، وفانيليا. اللي مش حابب هو حر، بس هي بالليمون تحفه فعلا يا جماعه، يعني الريحه خطيره خطيره بجد. بصوا، عايز مكتفيين ان احنا نحط شويه سكر بودره على الوش كده. دخلتها على 180 طبعا لغايه ما تستوي، عشان يعني الاموره ما قالتش استوت تستوي ازاي. طب انا عملتها ايه، حطيت نص الخليط تحت، وبعدين رحت حاطه النص التاني. يعني حطيت الاول الكميه بتاعتي اللي هي التوت، وحطيت النص الخليط فوق. تمام. وحاولت كده يدمج تمام، خفت قوي لا يبقى تحت، بس الحمد لله. بصوا بصوا انا عامله ايه بقى. ده ايه بقى، ده ايه، ده سكر بودره. دوبته في لبن، وحطيت له توت. تمام. ضربت فيه توت مضروب. حطيت لبن بودره، وكريمه لباني. تمام، عشان يدي قوام وطعم طبعا خطير. مش عايزه اقول لكم طعمه ايه يعني. عايزه تضيفي، هم بيقولوا ان احنا نحط عليه سكر بودره، عليه عصير ليمون. بس انا بصراحه حسيت ان انا اولادي ممكن ما يعجبوش قوي، فعملت كده. بس برضو التانية هتبقى تحفه 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 للناس اللي الذوق، يعني اللي عندهم ذوق. مستنيه الكيك تبرد تضرب وبعدين هحط عليها بقى الحاجات دي. اختراعات اخر الليل يا جماعه، ده الجمال، ده الحلاوه. ولسه بقى بصوا يعني ايه، بروق كده في الحاجات. بصوا مش عارفه اقول لكم ايه. عايزه اوريكم والله المواعين غسلتها بسبب الحوار ده. بصوا قد ايه كده. لسه بقى في حاجات، اساسا عملت فراوله وحاجات كده، فعلشان كده الدنيا مقلوبه عندي. بس بحضر اهو الحاجات بتاعت ابني الصبح بقى. والله الدنيا تلج 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 تلج. يعني الكيك دي لو هم كانوا صاحيين كنت اديتها لهم. مش كل حاجه بصورها معاكم، بس برضو امبارح عايزه اوريكم حاجه. بس امبارح برضو عملت اسمه ايه، زبدو، اللي هو رايب. تمام. سبته طبعا، بتجيبي اللبن وتسيبيه عادي جدا، وتغطيه عليه كده، وتدفي الفرن تدفيه بسيطه، وتدفي الطاجن بتاعك تدفيه بسيطه، او الحاجه اللي انت هتحطيها فيه. تمام. وحطيته كده يوم كامل، وبعد كده بقى بصوا عملته بالفراوله. الطعم زبادو. تمام، مفيش اي فرق خالص. بالمانجا بيبقى تحفه، بالخوخ بيبقى خطير. طبعا مفيش خوخ دلوقتي، بس بيبقى خطير. بصوا السمنه دي يا جماعه بجربها جديد، فقولوا لي. مش عارفه، انا حتى ما كانش عنده الا علب 600 جرام، وانا عايزه، قلت له انا عايزه كيلو، قال لي لا ما عنديش الا 600 جرام. فبصراحة هو كان عامل سمنة بقري تانية يعني، شكلها مختلف مش علبة. فحطيتها هو، عاملها هو عشان هو مكان لمنتجات الألبان. فلما لقيت الوضع كده بصراحة خفت قلت أجربها. بس هي بطريقة يعني اللي عجبني فيها إنها إيه، ما بتجمدش حتى لما احطها في التلاجة يعني. مش عارفه تعرفوها ولا لا من الطحان، بس لسه بجربها اول تجربه. دي حاجه. ثانيا بقى عملت، بصوا ما انا بحب الاختراعات يا جدعان. بصوا بصوا العيش ده عمايل والدتي. بصوا تحفه يا جدعان، تحفه، لازم اعمله معاكم مره. تمام. عملت برضو زبادي فراوله. اوكي. وزبادي عادي، عملت يعني. بصوا اهي. ده حاطه لون، حطيت نقطه لون طبيعي.
اللون اللي هو يعني اللي هو مسموح بيه ده، اللي بيتباع في الاماكن بتاعه الحلواني والحاجات دي. بصوا حطيت معلقه من تحت، طبعا بتعمليها مربى خفيفه خالص كده ومضروبه جامد يعني، وبتحطيها اوكي وبس، وبتحطي عليها الزبادي. انا عملت ازاي الزبادي، طبعا بتغلي اللبن وبعد كده بتسيبيه كده لغايه ما يبقى زي ما بيقولوا كده زي دمعه العين، وبعد كده بتحطي حطيت عليه انا لبن بودره، والزبديه تضربيها جامد جدا، يفضل ان احنا نضربه في الخلاط. بصراحه انا خلطت عليه لبن عادي ولبن معلب يعني عشان الولاد يحبوه ويدي طعم الحاجات دي. فعلا والله العظيم طعمه تحفه 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 تحفه، احلى من اللبن من الزبادي اللي بيتباع بره. مش عايزه اقول لكم قد ايه تحفه يعني. بس دي اختراعات يا جماعه، شويه اختراعات بسيطه.